هنتكلم النهارده عن السبب الحقيقي وراء خراب الميكروبيوم. قبل ما نفكر نصلح الوضع لازم نفهم الأول هو اتبهدل ليه، لأن لو السبب لسه موجود أي محاولة تصليح هتبقى زي واحد بيرمم حيط واقع على دماغه. النهارده احنا عايشين في بيئة ضد الميكروبيوم من كل ناحية. زمان الأمور كانت ماشية طبيعي، دلوقتي اللي جوه بطنك بيتضرب بالنار يوميا. ازاي؟ تعال نفهم سوا. رقم واحد، الأكل بقى كله مصنع مش طبيعي. زمان الأكل كان مزروع أو متربي كويس وبيتطبخ في البيت، دلوقتي بقت باكيتات وإضافات ومواد حافظة ونكهات ومحسنات قوام. الميكروبيوم مش بيعرف يهضم الكيمياء دي فبيرد عليها بالتهابات. رقم اتنين، السكر الأبيض وأصحابه. مش بس بيزود الوزن، السكر بيغذي البكتيريا السيئة، حرفيا بيكبر العصابة اللي جوه بطنك. تصحى من النوم تلاقي اللي ماسك الحكم ميكروبات عدوانية، مش توازن طبيعي خالص. رقم ثلاثة، المضادات الحيوية اللي بدون داعي. المضاد الحيوي ما عندوش ضمير، بيقتل الوحش والكويس مع بعض، وبعد ما بيخلص تأثيره النوع السيء هو اللي بيرجع أسرع ويسيطر. رقم أربعة، النوم المضروب والصح. الميكروبيوم ليه جدول، مش شغال 24 ساعة. لما نومك بيتلخبط جهازك الهضمي بيتلخبط وإشارات الجسم بتتشوه. رقم خمسة، التوتر والقلق المزمن. الموضوع مش بس في دماغك، المخ بيبعت إشارة للأمعاء في خطر. الأمعاء بتوقف هضم، بترفع التهابات، بتغير تركيبة الميكروبيوم. الضغط العصبي لوحده بيسبب تخن حتى من غير أكل زيادة. رقم ستة، نقص الألياف في الأكل. الميكروبيوم المفيد محتاج أكل، وأكله الحقيقي هو الألياف. لما وجباتنا بتبقى نشويات زائد بروتين زائد قهوة، فين الخضار وفين الفاكهة؟ غياب الألياف بيساوي مجاعة داخلية، بيموت النافع ويعيش الضار. الاعتماد على نفس نوع الأكل طول الوقت. الميكروبيوم محتاج تنوع علشان يعيش طبيعي. لما بتاكل نفس الأصناف كل يوم انت حرفيا بتربي نوع واحد وبتطرد الباقي. قلة التنوع بيساوي خلل زائد حساسية زائد ثبات وزن زائد التهابات. الخلاصة هنا ان الميكروبيوم ما اتخربش صدفة، اتخرب لان حياتنا الحديثة كلها بتضرب في كل الاتجاهات. اكل مصنع، سكر، نوم سيء، مضادات، توتر، نقص الياف. وعشان كده دايت اسبوعين ما ينفعش يصلح خراب سنين. في الحلقة اللي جاية هنقول اول خطوات الاصلاح، هنعرف ايه اول حاجات لازم توقفها فورا لو عايز جسمك يبدأ يصلحك. ولو مستني الخطوة اللي جاية اكتب لي في الكومنتات مستني. دمتم بصحة.